السلام عليكم ورحمة الله، أخباركم إيه؟ أنا ممدوح المصري، النهاردة مع حلقة نصيحة الشيطان. إحنا في القناة بتاعتنا عشان الناس تبقى فاهمة بنتكلم في كل حاجة مفيدة، يعني في التحفيز، الموتيفيشن، بنتكلم في العلاقة بين الزوجين والحياة السعيدة، وبنتكلم في الدين على قد ما نقدر وعلى قد ما إحنا فاهمين وعلى قد ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا. النهاردة نصيحة الشيطان بيقول لك نصيحتين مهمين جدا. هو الشيطان بينصح وبيفكرك بالله كمان، وبيذكرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك حديث نبوي قبل المعصية. اول ما تعمل المعصيه وتقع في الذنب بيقول لك نفس النصيحتين بس بشكل تاني. يا ترى ايه الموضوع؟ كلمتين في دقيقتين يفرقوا في حياتك كتير. افهم وتعلم، ان شاء الله الكل يستفيد. اخوكم في الله ممدوح المصري، كمل معاه للاخر ان شاء الله تستفيد. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل. فذنبي كبير وزادي قليل فمنا علي بعفو جميل. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله. اول حاجه بيقولها لك الشيطان عشان يضحك عليك ويجر رجلك للمعصيه والذنب اللي انت تقع فيه، سواء بقى نظره حرام، هتفتح موقع تبص على حاجات مش كويسه، هتشرب سيجاره مع الشله الجميله. اول حاجه بيقولها لك ان رحمه ربنا كبيره قوي. اول نصيحه بيقولها لك، ربنا العظيم الكريم صاحب الملك رحمته واسعه قوي. استغفر وتوب يا اخي، ده ذنب، كلنا بنذنب. تاني حاجه بيقولها لك، بيفكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابين. اهو شفت، كل بني ادم خطاء. هو انت مش بني ادم؟ ما تعمل يا عم الذنب ده واستغفر وتوب، ده ربنا رحيم، والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم. هو انت ما بتصدقش النبي؟ اول نصيحتين قبل المعصيه بيجر رجلك للذنب وتقع فيه. نظره بقى حرام، سيجاره، معصيه، ترد على ابوك وامك، اي معصيه هو عايزك تقع فيها عشان رجلك تغرس سنه، وبعد كده الموضوع يكبر معاك واحده واحده. اول ما تقع في الذنب وتحصل انك شربت سجاره او بصيت على حاجه حرام او عملت حاجه تغضب ربنا، يقول لك نفس النصيحتين بشكل تاني. ازاي تعمل كده؟ ربنا الملك ما اتكسفتش وانت بتعصيه وهو شايفك؟ انت مش عارف ان ربنا باصص عليك وانت بتعمل الحاجه الفلانيه دي؟ يبقى اول نصيحه بعد الذنب يقلل لك رحمه ربنا ويكبر لك عظمه الله، فيحاول يخليك تندم او ما ترجعش لربنا تاني. اول نصيحه بعد الذنب، ربنا العظيم الكريم. ازاي تعمل كده؟ انت ما اتكسفتش من ربنا وانت بتعمل كده؟ تاني نصيحه، ان هو يكبر لك الذنب قوي بتاعك. ده ذنب كبير، ده ذنب عظيم، حتى لو عملت حاجه صغيره، حصوه في الجبل، لكن يقدر يكبرها لك لغايه اما انت تيأس تروح لربنا، تيأس انك تستغفر، تندم قوي لدرجه ان انت مش عارف تصلي، مش عارف تستغفر، مش عارف تتوب. يبقى خلي بالك، هم النصيحتين بتوعه دي من خطوات الشيطان اللي احنا نعرفها علشان يعني ما نقعش في الذنب. ولو وقعت في الذنب وضحك عليك في المره الاولانيه، ما تخليهوش يضحك عليك في المره الثانيه وما ترجعش ربنا تستغفر وتتوب. لانك لو ما استغفرتش وتوبت، الموضوع هيزيد والذنوب هتكتر، وهتبدا واحده واحده تسيب الصلوات والقران وهتمشي في طريق يعني اخرته لا يعلمها الا الله. فلو زي ما قلنا ضحك عليك في المره الاولانيه وقعت في الذنب، ما تخليهوش يضحك عليك في المره الثانيه وما ترجعش ربنا. باب التوبه مفتوح. ربنا سبحانه وتعالى يعني في حديث قدسي بيقول: يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض يعني خطايا قد الدنيا كلها، ذنوب، لقيتني لا تشرك بي شيء لاتيتك بقرابها مغفره. ربنا غفور رحيم، باب التوبه مفتوح على طول. هو ارحم الراحمين، هو اكرم الاكرمين، هو رب العالمين. لكن خلي بالك من نقطه معينه، ما تبقاش مصر على الذنب. ما تبقاش لا هعمل له وارتب له واجمع له واقول انا هستغفر. يعني ما يبقاش عندك الاصرار، انا هتوب وانا ندمان وانا زعلان وانا مش عايز اعمل كده تاني، يا رب ساعدني. فلو وقعت بعد كده ربنا هيسامحني ويغفر لي لو رجعت له. لكن لما ابقى مصر اقول يا عم انا هتوب بعديها وخلاص، هي دي المشكله.
تاني حاجه ابقى عارف ان ربنا العظيم الكريم صاحب الملك والملكوت دايما نظره موجه ليك انت، لينا كلنا، وعليك انت وعليا وعلى كل الناس. فحاول ان انا استحي من الله، اقرب من ربنا. احنا داخلين على ايام مفترجه وايام جميله، شهر رمضان وايام شعبان، ايام كلها خير، استغفار وتوبه وصلوات. حاول فكر، وانا ما بصليش ليه؟ بعمل كل حاجه عشان الدنيا، ممكن اقعد في الشغل بتاعي 8 10 12 ساعه عشان شويه فلوس ملهاش اي لازمه اصلا. فرض ربنا مش هياخد مني دقايق، لكن هبقى رضيت ربنا، قضيت الفرض اللي عليا. لو بصيت في مصحف دقيقه واحده هكسب كتير قوي، لو طمنت على ابي وامي وكلمتهم كويس هكسب كتير قوي. فالحياه مع الله مختلفه، ولما بتتجه لله كل حاجه انت عايزها بتتجه ليك، سواء جواز، سواء فلوس، سواء خير، سواء صحه، مشكله مع حد. اما بتتجه لربنا سبحانه وتعالى كل حاجه حلوه بتحصل لك. اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. استودعكم الله، اخوكم في الله ممدوح المصري. ان شاء الله نتقابل في حلقات جايه، يا رب الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمه الله.